هو ليه الإنسان خلاص أنا اكتشفت كدبة كبيرة فالطبيعي إن أنا أنسحب؟ لأ، الإنسان بيقرر إن هو يكمل في هذه الكدبة على أمل إنه إيه؟ يلاقي لها عذر، يلاقي لها مدخل، لأنه ده جزء من الصدمة اللي أنت عشتها. ما هو الصدمة هي إيه؟ هي إنكار، أنا رافض الوضع أصلا مش قابله، فأنا بحاول إن أنا أجمله لعل وعسى أن أتقبله، فلحد أما برضه يكشف لك صدمة أكبر تحس إن وقتها إيه؟ هو ربنا عايز يشيلك من وضع معين فأنت مش قادر، فبيدي لك كل الأسباب أو بيكشف لك كل الأشياء اللي بتخليك تقرر إن أنت لأ، إن أنت تخرج من الوضع اللي أنت فيه. أو أوقات لو أنت مش قادر إن أنت تاخد القرار، ربنا بياخده نيابة عنك. بياخده نيابة عنك إزاي؟ إن هو بيخلي الطرف التاني هو اللي يسيبك. وهنا الإنسان بيقف قصاد رضيت بالهم والهم مرضيش بيا. يعني أنا رضيت بالكذبة بس هو اللي مرضيش. ده الألم الأكتر من الأولاني، لأن أنت في الأولاني أنت كنت ضحية فأنت ما كنتش فاهم. في التاني أنت بتحس إن أنت ما كانش ليك عذر، ما أنت كنت عارف وأنت اللي قبلت تكمل. فيبدأ الإنسان يخش في دايرة إيه؟ لوم كبيرة قوي على نفسه. وننسى، على فكرة احنا بننسى الأولى بقى، ننسى الصدمة الأولى إن احنا كان مضحوك علينا وإن احنا، فتفضل الصدمة مكملة معاك بسبب إن أنت كل يوم بتلوم نفسك. كان ما انت اللي وافقتي، ما انت اللي عملتي، ما انت اللي خليتي، ما انت اللي سويتي. انت دايما برضو بتنسى ايه؟ تنسى ان انت ما كانش ليك سبب في كل ده اصلا، ان انت في النص قررت ان انت تكمل في الكدبة دي عشان حد تاني مش عشانك. يعني انت قلتي انه عشان ابني مش عشاني.